عارف ايه الاسهل من انك تسرق فلوس واحد؟ انك تقنعه انه بياخد ثواب وهو بيديها لك. دي مش مبالغة درامية، دي خلطة سحرية اتلعب بيها فعلا على ملايين المصريين من اخر السبعينات لحد دلوقتي. ناس باعت شقق، وناس باعت دهب امهاتها، وناس ضيعت فلوس عمرها كله مقتنعة انها بتستثمر في مشروع اسلامي حلال هيرجع لها الفلوس اضعاف. ومحدش فيهم كان يتخيل ان اللي هيحصل بعد كده هيبقى واحدة من اكبر كوارث النصب المالي في تاريخ مصر الحديث. طيب القصة دي بدأت منين؟ ومين اللي جهز الارضية النفسية دي في وعي الناس؟ الإجابة بتاخدنا لمكان مش متوقع خالص، جماعة الإخوان المسلمين. وده مش بمعنى إنهم أسسوا شركات النصب دي بإيدهم، لكن بمعنى إن الفكر بتاعهم وشبكة العلاقات بتاعتهم كانت الأرض اللي اتربت فيها الفكرة دي من الأساس. هنرجع سوا لأول شرارة للجماعة، وهنشوف إزاي الحكاية دي كبرت خطوة بخطوة لحد ما وصلت لكارثة اسمها الريان. طيب نبدأ من الأول عشان الصورة تبقى كاملة قدامك. سنة 1928 في مدينة الإسماعيلية، وهي محافظة مصرية للي مش متابع الجغرافيا المصرية كويس. كان في شاب صغير السن اسمه حسن البنا، اشتغل مدرس ابتدائي بعد ما اتخرج من دار العلوم في القاهرة. الراجل ده كان جاي من عيلة متدينة، أبوه كان عالم أزهري، وحسن البنا نفسه من هو صغير كان منخرط في جماعات دينية وإصلاحية. لما راح الإسماعيلية اتصدم بحاجة أثرت فيه جدا. شركة قناة السويس وموظفيها الأجانب عايشين حياة رفاهية تماما، وفي نفس الوقت العمال المصريين اللي بيشتغلوا في نفس الشركة عايشين حياة صعبة وبسيطة جدا. والفكرة دي بالإضافة لحالة الاستعمار البريطاني اللي حاسس بيها خلته يقتنع إن المجتمع محتاج مشروع إصلاحي شامل يرجعه لهويته. وفعلا في مارس 1928 مجموعة من عمال شركة قناة السويس راحوا له وطلبوا منه يقودهم في مشروع بيرجع للناس كرامتها وهويتها الدينية. وبسبب كل ده أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين. ولازم نفهم من الأول كمان حاجة مهمة جدا، إن الجماعة من يوم ما اتولدت ما كانتش مجرد جماعة دعوة دينية بس، كانت مشروع شامل، يعني بيحاول يشتغل في كل حاجة في نفس الوقت: الدعوة، السياسة، التربية، والاقتصاد كمان. طب يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني من الأول حسن البنا كان مقتنع إن الجماعة عشان تقدر تعيش وتستمر وتوسع نفوذها لازم يبقى وراها مصادر تمويل مستقلة، مش محتاجة حد. وده مش تحليل من عندي، ده كلام موثق في رسائل حسن البنا نفسه ومذكرات قيادات الجماعة الأولى عن حاجة سموها التمكين الاقتصادي. ونتيجة الفكر ده فعلا سنة 1939، يعني بعد تأسيس الجماعة بحوالي 10 سنين، اتأسست بمرسوم ملكي شركة اسمها شركة المعاملات الإسلامية كشركة مساهمة، وكانت من أوائل الأذرع الاقتصادية للجماعة. رأس مالها الابتدائي وقت التأسيس كان 4000 جنيه بس، مقسمة على 1000 سهم، قيمة كل سهم 4 جنيه. رقم بسيط جدا لشركة وقتها، لكن الغريب إنها كبرت بشكل مبالغ فيه في سنين قليلة جدا. وجزء من التفسير اللي كان ظاهر قدام الناس وقتها نظام اسمه الاكتتاب الإجباري. يعني إيه اكتتاب؟ الاكتتاب ببساطة هو إنك تشتري أسهم في شركة عشان تبقى شريك فيها. والجماعة عملت حاجة ذكية جدا، كل شعبة من شعب الإخوان في المحافظات كانت ملزمة إنها تشتري أسهم في الشركة دي، يعني حولت اشتراكات وتبرعات الأعضاء العادية لأداة قانونية وتجارية رسمية بغطاء شركة مساهمة عادية زي أي شركة تانية. لكن حتى لو ده فسر جزء من النمو، السبب الحقيقي الكامل ورا النمو السريع والمبالغ فيه للشركة دي لسه مش موثق بشكل كامل لحد دلوقتي. وده نمط هتشوفه بيتكرر معانا كتير في الحلقة، شركة تبدأ صغيرة وتكبر فجأة من غير ما حد يقدر يفسر السبب بالكامل. طب ليه أصلا الجماعة محتاجة تعمل ده كله؟ الإجابة ببساطة عشان الدولة. أي دولة بتقدر تراقب وتقفل أي كيان سياسي معلن، لكن الشركة التجارية العادية البيزنس ده حاجة تانية خالص، صعب يتراقب وصعب يتحاسب زي أي حزب أو تنظيم سياسي. فالاقتصاد بقى بالنسبة لهم غطا ومصدر دخل في نفس الوقت. يبقى احنا لحد دلوقتي فاهمين حاجة مهمة: الجماعة من الأول عندها فلسفة إن الفلوس تساوي استقلالية تساوي بقاء، والفكرة دي هي اللي هتفضل ماشية معاهم طول الحلقة. طيب وبعد كل الزخم في الثلاثينات والأربعينات، ايه اللي حصل للجماعة بعد ثورة 1952؟ هل فضلوا شغالين بنفس الطريقة؟ في الحقيقة لا. في البداية كانت العلاقة مع الضباط الأحرار حلوة نسبيا، لكن بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادثة المنشية سنة 1954 الجماعة اتحظرت رسميا وقيادتها اتحبسوا، وبعضهم اتحكم عليه بالإعدام زي سيد قطب سنة 1966. يعني طول فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر تقريبا الأمن كان شغال يقبض على أعضاء الجماعة، والجماعة كانت بتشتغل تحت الأرض وبشكل خفي، ونشاطها الاقتصادي المعلن اتوقف تماما.
وده لأن التنظيم نفسه كان ممنوع وأعضاؤه في السجون. وده بيوصلنا للحظة اللي الجماعة رجعت فيها تتنفس من تاني. نيجي بقى لمرحلة مهمة جدا وهي السبعينات. في عهد الرئيس محمد أنور السادات الجماعة رجعت تتحرك بحرية أكبر بعد سنين من المطاردة الأمنية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وهنا بدأ يظهر خطاب جديد، مش رسالة أو خطاب مكتوب بالمعنى الحرفي، ولكن كلام وأفكار بتتردد بكثرة انتشرت في الشارع المصري. خطاب بيقول إن البنوك الرسمية حرام، والتعامل بالفوائد البنكية ربا، وإن أي حد بيحط فلوسه في بنك عادي يبقى بيرتكب معصية. طيب والكلام ده أصلا كان ليه صدى لإيه بالظبط؟ كان ليه صدى إن هو كان بيلمس حاجة حقيقية جوه الناس اسمها الوازع الديني. يعني ببساطة الإحساس الداخلي اللي بيخلي الإنسان يحس بالذنب لو حس إنه بيعمل حاجة حرام حتى لو محدش شايفه. ومصر بلد متدينة بطبعها، والناس كانت فعلا قلقانة من فكرة الربا، فلما لقوا خطاب بيقول لهم إحنا هنديكم بديل حلال ومربح، الودان استقبلت الكلام ده بسهولة شديدة. وطبيعي الكلام لوحده ما يعملش حاجة لو محدش اتحرك بيه. وفعلا الناس اللي سمعت الخطاب ده بدأت تسحب فلوسها من البنوك الرسمية وتدور على أي بديل مكتوب عليه كلمة إسلامي، من غير ما تسأل نفسها أسئلة أساسية زي مين المرخص ليه بده؟ فين الضمانات؟ يعني الخطاب خلق سوق كامل من الناس المستعدة تدفع، وكل اللي كان ناقص هو حد يستغل الجاهزية دي. وأهم حاجة حصلت في المرحلة دي كانت سنة 1978. شركة أو مجموعة الشريف أعلنت في الجرايد نيتها إنها توظف، يعني تستثمر فلوس المتعاملين معاها في مشاريع إسلامية مربحة، وأسسها راجل اسمه عبد اللطيف الشريف. الشركة بدأت كنشاط تجاري وصناعي صغير من الستينات، كمصنع بلاستيك وبزنس عائلي بيتوسع ببطء. لكن التحول الفعلي لتوظيف الأموال والإعلانات الضخمة في الجرايد بدأ يظهر بقوة فعلية مع بداية الثمانينات. وبالمناسبة إعلانات الشريف دي كانت أول إعلان رسمي معروف لفكرة توظيف الأموال في مصر، وظهرت بشكل فج جدا في الجرايد وقتها. وفي نفس الوقت كان في عامل تاني ساعد على انتشار الفكرة دي بقوة، وهي رجال أعمال من الخليج، وخصوصا بعد طفرة البترول في السبعينات بدأوا يمولوا مؤسسات بتتبنى الرؤية الإسلامية للاقتصاد. وظهرت بنوك إسلامية زي بنك فيصل الإسلامي اللي تأسس بموجب قانون خاص صدر سنة 1977 وبدأ شغله الفعلي سنة 1979. يعني الفكرة بقى وراها غطا شرعي مؤسسي كبير، مش بس كلام في الشارع. لكن هنا الفرق المهم اللي لازم تلاحظه إن البنوك الإسلامية الرسمية زي بنك فيصل كانت خاضعة لرقابة البنك المركزي والرقابة الدولية، وكانت بتدي عوائد منطقية بين 8 ل 12% تقريبا. بينما شركات توظيف الأموال زي شركة الشريف استغلت نفس الغطا الديني ده عشان تدي وعود ربح وهمية وصلت ل 20 و 30%، وهي نسب مستحيلة في أي نشاط اقتصادي حقيقي. طيب لحد هنا إيه علاقة الإخوان بالكلام ده كله؟ العلاقة إنهم كانوا الجهة اللي بتشتغل على تجهيز العقل للفكرة دي من سنين من خلال الدعوة والخطب والمساجد. يعني مهدوا الأرض النفسية، حتى لو مش كل شركة توظيف أموال كانت بتتبع ليهم تنظيميا. الناس بقت مستعدة تدور على أي حاجة مكتوب عليها إسلامي من غير ما تسأل سؤال واحد بديهي: فين الضمانات؟ فين الترخيص من البنك المركزي؟ وده بالظبط الباب اللي دخلت منه الكارثة الجاية. طيب ندخل بقى على الجزء اللي كل حد سمع عنه بشكل أو بآخر، وهي قصة الريان. في الثمانينات ظهرت ظاهرة اتسمت وقتها بإمبراطورية توظيف الأموال. طب يعني إيه دي بالظبط؟ الفكرة ببساطة لما نفكها هي مجموعة شركات كبيرة قررت تاخد دور البنوك من غير ما تكون مرخصة كبنوك أصلا. يعني المواطن العادي بيروح لهم بيديهم فلوسه، وهم بيوعدوه إنهم هيشغلوا الفلوس دي في تجارة أو استيراد أو مضاربة، وهيدوله نصيب من الربح كل شهر أو كل سنة. كل ده من غير ما يكونوا خاضعين لرقابة البنك المركزي زي أي بنك حقيقي. يعني عملوا نفس شغل البنوك بالظبط، بس من غير ترخيص ومن غير رقابة. أشهر واحد فيهم على الإطلاق كان شركة الريان، وأسسها راجل اسمه أحمد الريان، وكانت أكبر شركة توظيف أموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط كله. المهم الأرقام هنا فعلا بتخض. وصل عدد المودعين فيها لحوالي 175 ألف مودع برؤوس أموال قدرت بحوالي 2.2 مليار جنيه. ولو حبينا نحطها في سياق زمانها، الدولار وقتها كان بيتراوح بين جنيه ونص ل 2.2 جنيه تقريبا. يعني المبلغ ده كان بيعادل مقاييس الدولار وقتها أكتر من مليار دولار، رقم ضخم جدا لشركة واحدة في اقتصاد بحجم مصر وقتها. وطبعا بجانب الريان كان في مجموعة السعد لصاحبها أشرف السعد، ومجموعة الشريف لصاحبها عبد اللطيف الشريف اللي احنا ذكرناها من شوية. طيب ازاي الشركات دي كانت بتقنع الناس؟ ب3 خطوات بس.
الأولى الوعد بعوائد ضخمة جدا، وصلت حسب بعض التقديرات ما بين 20 ل 24% سنويا، وفي بعض الروايات في أرقام أعلى بكتير من كده. في وقت ذروة المضاربات على الذهب وصلت الوعود أحيانا ل 30%. وكلمة مضاربة هنا معناها ببساطة شراء وبيع سلعة أو عملة أو ذهب بهدف الربح من فروق الأسعار، يعني مش استثمار طويل الأجل. ونسبة 20 و 30% دي مستحيل أي نشاط تجاري حقيقي يستمر فيها على المدى الطويل. التانية الغطاء الديني، كل حاجة بتتقال بمصطلحات شرعية، مضاربة، استثمار حلال بعيد عن الربا، وكانوا بيجيبوا شيوخ ودعاة معروفين يظهروا في إعلانات أو برامج بيروجوا للفكرة، حتى لو مش كلهم كانوا عارفين حقيقة اللي بيحصل من جوه. التالتة التسويق بالكلمة، يعني الجار بيقول لجاره والزميل بيقول لزميله فلان حط فلوسه وجاب له أرباح فعلا الشهر اللي فات. وده أخطر حاجة في أي عملية نصب مالي كبيرة، لأن أول دفعة من الناس فعلا بتاخد أرباح، فبتبقى دعاية حية بتجذب اللي بعدها. وده بالمناسبة نفس الفكرة اللي بيتعمل عليها أي مخطط هرم، أو ما يعرف عالميا بمخطط بونزي. وعشان نبسطها أكتر، تخيل إن مفيش أي تجارة حقيقية بتحصل خلف الكواليس خالص. اللي بيحصل بس إن فلوس المودعين الجداد بتتاخد وتتوزع كأرباح على المودعين القدام عشان تقنعهم إن الاستثمار شغال وناجح، فيرجعوا يقولوا لغيرهم. يعني الشركة بتفضل عايشة على أساس إنها بتجيب مودعين جداد باستمرار، مش لأنها فعلا بتربح من تجارة حقيقية. وطبعا اللحظة اللي المودعين الجداد بيقلوا فيها أو كل الناس بتيجي تسحب فلوسها مرة واحدة، النظام كله بينهار. وده بالظبط اللي عمله الريان. نتيجة كل ده الناس هجرت البنوك الرسمية وراحت بفلوسها كلها، تحويشة العمر، تعويضات المعاش، حتى فلوس بيع الشقق على الشركات دي. وطبعا زي أي هرم مبني على إنه لازم يفضل يكبر عشان يقدر يوفي بوعده للي قبله لحد ما جه اليوم اللي ما قدرش يستحمل. الدولة في الوقت ده بدأت تتحرك وبدأت تحقيقات رسمية، والمودعين اتفاجئوا إن فلوسهم اتجمدت أو راحت خالص. طيب نلم كل اللي اتكلمنا عنه في جملة واحدة بس: الدين قيم وأخلاق، مش أداة استثمار ولا ضمان ربح. الاقتصاد ليه قواعده الخاصة، رقابة وترخيص وشفافية وأرقام واضحة تقدر تتراجع في أي وقت. وأي حد يقولك الموضوع حلال ومضمون هيديك ثواب وفلوس مع بعض ويوعدك بعائد بره المنطق ومن غير ترخيص رسمي من البنك المركزي، فبنسبة كبيرة بيبيع لك وهم مش استثمار. آلاف العائلات لسه لحد دلوقتي بتحكي القصة دي كجرح مفتوح، وده السبب إننا لازم نفتكر الحكاية دي، مش عشان نلوم حد، لكن عشان فكرة الدين غطى للنصب المالي لسه بتتكرر لحد النهاردة بأشكال جديدة. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في الحلقات الجاية. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة. سلام.